السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب سنة أولى عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ مع بعض أول محاضرة في منهج الفلسفة والمنطق الترم الثاني 2025. وبداية كده عايزين نعرف إيه هي محتويات المنهج. بالنسبة لي الفلسفة هي الوحدة الأولى والمنطق الوحدة التانية، يعني أنا عندي وحدتين، الوحدة الأولى فلسفة والوحدة التانية إيه؟ منطق. طيب بالنسبة لي الوحدة الأولى فلسفة فيها فصلين. الفصل الأولاني بعنوان الفلسفة والأخلاق البيئية والبيوطبية زي ما احنا شايفين كده. هناخد مع بعض الدرس الأولاني هنتكلم على الفلسفة والأخلاق البيئية، هنتكلم على المشاكل اللي اتوجدت في البيئة بصفة عامة، اللي نتجت عن التقدم العلمي والتكنولوجي اللي بدأ في القرن العشرين. وفي الدرس الثاني هنتكلم على المشاكل اللي اتوجدت في مجال الطب وعلم البيولوجي، اللي برضو اتوجدت لنفس السبب وهو التقدم العلمي والتكنولوجيا. عبارة عن درسين اهو زي ما انتم شايفين كده. هنتكلم في الفصل الاولاني على المشاكل البيئية، والفصل الثاني هنتكلم على المشاكل الطبية، وجميعها سواء كانت مشاكل في الطب او في البيئة اتوجدت بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي. يبقى كده ده الفصل الايه الاولاني في منهجنا، وادي نص المنهج بتاع الايه الفلسفة. بنخش بقى على الفصل الثاني بعنوان الاخلاق المهنية ودور القيم الفلسفية في حياة الفرد. بنتكلم الأول على أخلاقيات الفلسفة وأخلاقيات المهنة. بنعرف قيمة العمل في بداية الفصل وأهمية العمل بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحضارات وبالنسبة للدول. وبنعرف إيه هي أخلاقيات المهن المختلفة من خلال الدرس الأولاني. والدرس التاني بقى بنربط القيم الأخلاقية بالتفلسف. إيه علاقة القيم بالتفلسف؟ إيه هي يعني الطريقة اللي اتوجدت بيها القيم؟ طبعا القيم زي الخير والحق والجمال، القيم الأخلاقية اللي احنا اتعرضنا ليها في منهج الترم الأولاني. ايه هي علاقتها بالفلسفة؟ ده اللي هنعرفه من خلال الدرس التاني. ده منهج الفلسفة زي ما احنا شايفين اهو يا جماعة، عبارة عن درس فصلين. عبارة عن ايه؟ فصلين. الفصل الاولاني باختصار شديد بنتكلم على المشاكل البيئية اللي اتوجدت في الطب وفي البيئة بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي. ده الدرسين بتوع الفصل الايه الاولاني. وبالنسبة للفصل الثاني بنتكلم على الفلسفة واخلاقيات المهنة وقيمة العمل، وبنربط القيم بالتفلسف. تمام، ده منهجنا كله في الترم الثاني في الفلسفة. بنروح بقى للوحدة الثانية في المنطق. عندي فصلين برضو في المنطق، زي ما كان في فصلين في الفلسفة في فصلين في الايه في المنطق. الفصل الاولاني في المنطق بيتكلم على المنهج العلمي التقليدي والمعاصر، يعني القديم والجديد. تمام. والفصل هنا مش بينقسم الى دروس، بينقسم الى عناصر زي ما احنا شايفين كده. العنصر الاولاني هنتكلم على العلم كمنهج في التفكير. احنا خدنا في الترم الاولاني الفلسفة كمنهج في التفكير، اما بقى في الترم الثاني بناخد العلم كمنهج في التفكير. هنعرف يعني ايه علم بصفة عامة كمنهج في التفكير. بعد كده في العنصر الثاني او في رقم اتنين بنتكلم عن الاستدلال الاستقرائي التجريبي. هنعرف يعني ايه استقراء. تمام. طيب، وفي الدرس الثالث هنتكلم على الاستقراء والمنهج العلمي في العصر الحديث، كيف استخدم المنهج الاستقرائي في العصر الحديث. وهنعرف خطوات المنهج الاستقرائي التجريبي في النقطة رقم 4. تمام. وفي النقطة رقم 5 هنعرف دور العلماء المسلمين في المنهج الاستقرائي. في علماء مسلمين لهم دور في المنهج الاستقرائي التجريبي زي جابر بن حيان والحسن بن الهيثم، هنتعرف عليهم. وفي نهاية الفصل الأولاني هنتكلم على الاستقراء والمنهج العلمي المعاصر. تمام. طيب، بنروح بقى للفصل الثاني المنطق الرياضي. ماشي، احنا خدنا المنهج التجريبي في الفصل الاولاني اللي هو المنهج الاستقرائي، لكن بقى هناخد هنا بقى ايه في الفصل الثاني المنهج الرياضي او المنطق الايه الرياضي. تمام. في اول عنصر في الفصل الثاني بنتكلم على المنطق والتفكير الرياضي، يعني ايه هي علاقة الرياضيات بعلم المنطق، وازاي تم الربط منهم، ومين هم الفلاسفة والعلماء اللي ربطوا المنطق بالتفكير الرياضي. كل ده طبعا هنعرفه من خلال العنصر الاولاني. اما بقى بالنسبة للعنصر الثاني يا جماعة هنعرف دور المنطق في تكنولوجيا الاتصال. ايه هي تكنولوجيا الاتصال؟ تكنولوجيا الاتصال او علم السيبرنتيكا، اللي هي زي الروبوتات مثلا، زي الكمبيوتر، زي الحاسب او الحاسب الآلي، زي الهاتف المحمول،
وغيرها من تكنولوجيا او وسائل الاتصال اللي احنا بنستخدمها في حياتنا. هنتعرف عليها وهنعرف ايه هو دور المنطق في تكنولوجيا الاتصال او ما يطلق عليه الذكاء الاصطناعي. هو ده منهجنا كله، هو ده كده ايه منهجنا كله. يبقى كده ايه زي ما احنا شفنا في فصلين في الفلسفة. الفصل الاولاني زي ما احنا شايفين كده فلسفة واخلاق البيئية والبيوطبية، والفصل الثاني الاخلاق المهنية والتفلسف وعلاقته بالقيم، والوحدة الثانية بتاعة المنطق. هنتكلم على في الفصل الأولاني على المنهج الاستقرائي، وهنتكلم في الفصل الثاني على المنهج الرياضي. تمام كده عرفنا منهجنا كله خلاص، عشان برضو ايه تبقى الصورة واضحة قدامنا ولينا كلنا. طيب بنخش بقى على أول درس عندنا في الفلسفة في الفصل الاولاني، وهو الفلسفه والاخلاق البيئيه. يعني الفصل الاولاني زي ما قلت لكم كده ايه من شويه واحنا بنتعرف على المنهج، احنا في اول درس في المنهج هنتعرف على المشاكل البيئيه اللي اتوجدت في العصر الحالي بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي. طيب في البدايه بيعرفني بيقول لي ايه هي الفلسفة التطبيقية. بصوا يا جماعة عشان نعرف الفلسفة التطبيقية هي ايه لازم نفرق ما بينها وما بين الفلسفة النظرية. الفلسفة التطبيقية انا عندي نوعين من الفلسفة، في فلسفة تطبيقية زي ما احنا شايفين كده تمام، وفي عندي فلسفة نظرية. تمام. الفلسفة التطبيقية يا جماعة دي بتهتم بالواقع، بتهتم بالايه بالواقع. تمام. اما الفلسفة النظرية لا تهتم بالواقع، لا تهتم بالايه بالواقع. يعني ايه تهتم بالواقع؟ يعني بتركز على المشاكل الواقعية او الحياتية اللي الانسان بيعيشها وبيشوفها في الحياة او في العالم اللي هو عايش فيه، زي كده مشاكل البيئة اللي هنتكلم عليها في الدرس الاولاني، زي كده المشاكل الموجودة في مجال الطب اللي هنتكلم عليها في الدرس التاني، زي كده المشاكل اللي موجودة في المهن المختلفة وغيرها من المشاكل اللي موجودة في الواقع. يبقى إذن دي الفلسفة التطبيقية. أما بقى الفلسفة النظرية ما بتهتمش بالواقع، هي نظرية ملهاش علاقة بالواقع. زي كده مثلا البحث في أصل الوجود، وده احنا إيه خدناه في الترم الأولاني، يعني معرفة أصل الوجود أو كيف نشأ الكون أو الوجود اللي احنا عايشين فيه ده، ومعرفة مكانة الإنسان. ماشي، وغيرها من القضايا النظريه اللي هي ملهاش علاقه بالايه بالواقع خالص. ده الفرق ما بين الفلسفه التطبيقيه والفلسفه النظريه. الفلسفه النظريه دي احنا خدناها تمام، خدناها في الترم الاولاني. اما بقى شغلنا في الترم الثاني كله الفلسفه كلها فلسفه ايه فلسفه تطبيقيه. طيب بالنسبه للفلسفه التطبيقيه تعالوا نتعرف عليها بشكل ايه مبسط. الفلسفه التطبيقيه يا جماعه بتهتم بالسلوك، ماشي، بالسلوك والايه والافعال. يعني ايه افعال الانسان وسلوكياته اللي ممكن تتسبب في ضرر للبيئة وللعالم المحيط بيه. طب انا ليه بهتم بالمشاكل اللي بتتواجد في البيئة؟ لان المشاكل اللي موجودة في البيئة بتعود بالضرر علينا احنا كبشر، احنا عايشين في العالم ده. يعني التغيرات المناخية اللي بتحصل في العالم كله مش بتأذي الانسان، بتأذي الكائنات الحية وبتأذي الايه الانسان. يبقى اذا هنا أنا بهتم في الفلسفة التطبيقية بسلوكيات الإنسان وأفعاله اللي ممكن تأذي البيئة وتأذي العالم المحيط بيه وتأذي الكائنات الإيه الأخرى وتأذي كمان الأجيال الإيه المقبلة. تمام. طيب ظهرت الفلسفة التطبيقية، ظهرت في بدايات إيه النصف بدايات النصف الثاني من القرن العشرين. بدأت في أو ظهرت في بدايات النصف الثاني من القرن الايه العشرين، وده معناه ان المشاكل بدأت تظهر في البيئة في بدايات النصف الثاني من القرن العشرين. يبقى اذا هنا البداية ديت او التاريخ ده يا جماعة هو بداية ظهور المشكلات، هو بداية ظهور الايه المشكلات. تمام. طيب يبقى اذا هنا التغير اللي حصل في العالم كله والمشاكل اللي ظهرت في العالم كله بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي، واللي اوجد مشاكل في البيئة وفي الطب وفي المهن المختلفة وفي كل المجالات.
طبعا دوت حصل في بدايات النصف الثاني من القرن الايه العشرين. دي مقدمة مبسطة كده، ده عبارة عن تمهيد للفلسفة التطبيقية. نقول تاني يا جماعة، علشان نفهم الفلسفة التطبيقية لازم نفرق ما بينها وما بين الفلسفة النظرية. التطبيقية زي ما انتم شايفين بتهتم بالواقع، اكتبوا عندكم كده. تمام. الفلسفة التطبيقية بتركز على الواقع، يعني بتركز على المشاكل اللي موجودة في البيئة وبتحاول توجد لها حلول، وفي الطب وفي المهن المختلفة وغيرها من الايه من المجالات الموجودة في الواقع. اما النظرية لا، ما بتهتمش بالواقع، زي كده مثلا البحث في اصل وجود ومكانة الانسان اللي احنا خدناهم في الترم الايه الاولاني، شغل نظري ملوش علاقة بالايه بالواقع. يبقى اذا هنا الفلسفة التطبيقية بتهتم بالسلوكيات وافعال الانسان اللي ممكن تأذي البيئة والعالم المحيط بيه، وبالتالي هيعود الضرر ايه على الانسان. وظهرت الفلسفة التطبيقية ديت في بدايات النصف الثاني من القرن العشرين. يبقى قبل كده كانت فلسفة نظرية، كانت فلسفة ايه نظرية. تعالوا بقى نخش على الفلسفة البيئية. درس الايه كده، خلصنا التمهيد او المقدمة، نخش على موضوعنا النهاردة. طيب، الفلسفة والأخلاق البيئية. الفلسفة البيئية يا جماعة هي أهم فروع الفلسفة التطبيقية. ده أهم إيه؟ أهم فروع الفلسفة الإيه؟ التطبيقية. ده أهم فرع. تمام. طيب، الفلسفة البيئية بتدرس إيه؟ بتهتم بإيه؟ بتدرس البيئة ومشكلاتها. يعني هتكون بتدرس إيه؟ هتدرس البيئة وإيه؟ ومشكلاتها. تمام كده. طيب، يعني أنا بشوف إيه هي المشاكل اللي موجودة في البيئة وبحاول أوجد لها حلول. هو ده شغل الفلسفة الإيه؟ الفلسفة البيئية. طيب، مشاكل البيئة ديت بتهدد حياة الكائنات الحية على رأسها الإنسان. ماشي. تهدد المشكلات البيئية، بتهدد إيه؟ حياة الكائنات الحية، وخاصة مين؟ الإنسان. تمام. اه طبعا، ما أنا لسه قايل لكم، طالما في ضرر بيقع على البيئة، يبقى الضرر دوت هيعود على الكائنات الحية وهيعود على الإنسان. احنا عايشين في البيئة دي. تمام. البيئة ديت لما يبقى فيها أضرار أو فيها ملوثات، يبقى احنا كمان هنتأذى. تمام. طيب، زي كده تلوث الهواء، الهواء ملوث، هنتأذى من الهواء الملوث ده ولا لا؟ هنتأذى طبعا. يبقى إذا هنا المشاكل البيئية دي لازم نهتم بيها ونحاول إن احنا نوجد لها حلول ونتخلص منها، لأن أنا لو ما تخلصتش منها، حياة الكائنات الأخرى وحياة الإنسان هتبقى مهددة بالخطر. ولذلك العلماء في القرن العشرين بدأوا إن هم يدعوا إلى عدة نقاط. ماشي. ده دعا العلماء مما دعا العلماء إلى دعا العلماء إلى إيه؟ عدة حاجات. ماشي. العلماء طبعا دي كانت محاولة منهم لمواجهة التهديدات اللي بتقع على الكائنات الحية وعلى الإنسان بسبب الأضرار اللي بتقع على البيئة، فدعوا إلى إقامة التوازن. ماشي. بين رغبة الإنسان في السيطرة على البيئة وضرورة الحفاظ عليها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنا الانسان وهو بيحاول يسيطر على البيئة ويستغلها لمصلحته الشخصية، تمام، في نفس الوقت لازم يحافظ عليها. ازاي؟ يعني مثلا انا دلوقتي رحت الغابات، قطعت شجر عشان اعمل منها اخشاب، عشان اصنع منها مثلا سراير وكراسي وترابيزات واساس اللي هو موجود في المنازل. تمام. طيب، لو انا استهلكت الخشب دوت بكثرة، تمام، يبقى اذا هنا هيحصل اختلال في التوازن البيئي. ماشي كده، احنا مش بنقيم بقى التوازن، كده احنا مش هنقيم التوازن، كده احنا هنعمل اختلال في التوازن البيئي. تمام. ليه بقى؟ لان الغابات ديت يا جماعه هي الوسط الطبيعي اللي بيعيش فيه بعض الحيوانات والكائنات الاخرى، وبالتالي انا لما اقضي على الغابات يبقى اذا هنا بقضي على البيئه اللي بيعيش فيها كتير من
من الحيوانات. تمام، يبقى اذا كده عملت اختلال، انا كده سيطرت على البيئه واستغلتها لمصلحتي، بس في نفس الوقت عملت خلل ايه في البيئه. لا، احنا عايزين نعمل توازن. عايزين نعمل ايه؟ توازن. يعني ايه؟ يعني عدد الاشجار اللي احنا بنقطعها يبقى اقل بكتير من الاشجار اللي احنا بنزرعها. تمام، يعني قدام كل شجره انا مثلا بقطعها لازم ازرع شجر تاني بديل ليه، بحيث ان الايه، بحيث ان ما يحصلش اختلال في التوازن البيئي. دي نقطة من النقاط اللي دعا اليها الايه، دعا اليها العلماء. تمام كده. طيب، دعا برضو العلماء الى ضرورة احترام الطبيعة. احترم الطبيعه ازاي؟ احترام الطبيعه دوت زي كده مثلا ما نلوثش الايه، الهواء. ماشي، عدم تلويث الايه، الهواء. ماشي، في عدم تلويث المياه، عدم القاء مثلا مخلفات بتاعه المصانع وبتاعه السفن في مياه نهر النيل وفي مياه البحار. يبقى كده اذا كده انا بحترم الايه، انا بحترم الطبيعه. واحترام حقوق، واحترام برضو حقوق الكائنات الاخرى. طب انا الكائنات الاخرى احترمها ازاي؟ ما اصطادش الحيوانات لغرض التسلية. يعني مثلا لو انت مثلا رحت اصطادت ايه حيوانات، يكون الغرض هنا اللي هو اشباع حاجة حيوية فقط، يعني لغرض الاكل فقط. غير كده لا، ما تتسلاش باصطياد الحيوانات. تمام، لان الحيوانات ديت طبعا يعني التنوع اللي موجود فيها بيفيدني. يبقى اذا هنا احترام حقوق الكائنات الاخرى برضو من الحاجات اللي دعا اليها الايه، العلماء. تمام، من جمادات ونباتات وحيوانات. وكمان برضو اخر حاجة احترام حقوق الاجيال المقبلة. الاجيال الايه، المقبلة، حقهم في ايه يا جماعة؟ هو الجيل اللي لسه ما جاش ده ليه حق في ايه؟ في انه لما يجي الدنيا يلاقي موارد يعيش عليها، ما يلاقيش في فقر في الموارد الطبيعية زي مثلا الثروات المعدنية والبترول، ما يلاقيش في نقص في المياه، ما يلاقيش في نقص في كل الموارد اللي ممكن ايه يحتاجها لما يجي. باذن انا دي حقوق الاجيال الايه، المقبله، انه لما يجي يلاقي موارد يقدر ان هو ايه يعيش عليها. يبقى اذا دي دعوات العلماء الى الحفاظ على البيئه. رقم واحد، حاول على قد ما تقدر وانت بتسيطر على البيئه وبتستغلها لمصلحتك تقيم التوازن. تقيم الايه، التوازن، وتحافظ على الايه، وتحافظ على البيئه. يعني انا لو مثلا بصطاد او مثلا بقطع اشجار، يبقى اذا هنا لازم يكون في قصادها ايه، اشجار تانية بيتم زراعتها لتعويض الايه، لتعويض الفاقد منها. تمام، واحترم الطبيعة. يعني ايه احترم الطبيعة؟ يعني بلاش الوث المياه، بلاش نرش النباتات بالمبيدات الكيماوية الضارة، بلاش نحقن الحيوانات بالهرمونات الضارة. يبقى اذا هنا ده احترام الطبيعة. احترام حقوق الكائنات الايه، الاخرى. ماشي، بلاش نصطاد حيوانات لغرض التسلية. تمام، واحترام حقوق الاجيال المقبلة في ايه يا جماعة؟ حقهم في ايه؟ في الموارد الطبيعية، في الموارد الايه، الطبيعية. طيب، ده بالنسبة لي الفلسفة البيئية بتتكلم عن ايه. نعيد تاني، نقول تاني يا جماعة، نقول تاني مفيش مشكلة. اهم فرع من فروع الفلسفة التطبيقية هي الاخلاق البيئية. تمام، الفلسفة البيئية بتدرس ايه يا جماعة؟ بتدرس البيئة ومشكلاتها. تمام، طيب مشاكل البيئة ديت مالها؟ بتهدد حياتنا، بتهدد حياة الكائنات الحية وخاصة الايه، الانسان. وده دعا العلماء الى اقامة التوازن بين رغبة الانسان في السيطرة على البيئة وضرورة الحفاظ عليها. يعني ايه؟ يعني وانت بتستغل البيئة لمصلحتك، حاول ما تبوظش التوازن البيئي، ما تعملش خلل في التوازن البيئي. تمام، طيب احترام الطبيعة، الهواء، المية. تمام، بلاش نلوثهم، ده احترام الطبيعة. احترام حقوق الأجيال الكائنات الأخرى. يعني ايه احترام حقوق الكائنات الأخرى؟ يعني بلاش نصطاد مثلا الحيوانات لغرض التسلية زي ما قلت لكم. تمام، بلاش نرش النباتات بالمبيدات الكيماوية الضارة، بلاش نحقن الحيوانات بالهرمونات الضارة. احترام حقوق الأجيال المقبلة، حقهم في ايه؟ في ان هم لما يجوا يلاقوا موارد يعيشوا عليها، موارد طبيعية. تمام، طيب بعد كده بنروح لمعنى البيئة. يعني ايه البيئة؟ كلمة البيئة هنا في المعنى اللغوي مشتقة من الفعل باء. كلمة بيئة مشتقة من الفعل باء أو إيه، أو تبوأ. يعني إيه باء أو تبوأ؟ يعني اتخذ مكانا، يعني المكان اللي بيعيش فيه الإنسان أو المنزل. وتعني المنزل أو المكان
الذي يتخذه الإنسان ويعيش فيه. تمام، ده المعنى الايه اللغوي. المعنى اللغوي دوت قاله واحد او موجود في كتاب عالم عربي اسمه ابن منظور. اكتب لكم، هو مش مذكور في المنهج بس ممكن يجي في سؤال. عالم عربي اسمه ايه؟ ابن منظور. العالم ابن منظور في كتاب عمله اسمه كتاب لسان العرب. كتاب لسان الايه العرب. ابن منظور الف كتاب اسمه لسان العرب، موجود فيه الكلام دوت. تمام، خد برضو الاسم خد اسم الكتاب واسم الايه العالم، علشان جايز يجي في سؤال تعرف ان ده المعنى الايه اللغوي. يبقى اذا هنا لو قال لك اللفظ لفظ البيئة مشتق من ايه، يبقى اذا ده المعنى اللغوي. ماشي، مشتق من الفعل باء او تبوأ، ومعناها المكان اللي بينزل فيه الانسان. لما تيجي تاخد مكان كده في البيئة وتبني فيه بيت وتستقر فيه وتعيش فيه، يبقى ده الايه المعنى اللغوي للايه للبيئة. المعنى الاصطلاحي ده المعنى التاني، ده قاله واحد اسمه ابن عبد ربه. ابن ايه عبد ربه. هتلاقوا الكلام دوت موجود في كتاب اسمه كتاب العقد الفريد. ابن عبد ربه ألف كتاب اسمه العقد الفريد. تمام، موجود في المعنى الايه الاصطلاحي. اسامي العلماء ديت بتاعت المعنى اللغوي والاصطلاحي مش مذكوره في المنهج، بس يعني ناخدها من باب العلم بالشيء علشان نستفيد في الاسئله. يعني ايه المعنى الاصطلاحي؟ بص بقى، اي حاجه موجوده في البيئه بتاثر في الانسان وبيتفاعل معها الانسان وبيستخدمها الانسان، ده المعنى الاصطلاحي. يعني مثلا انا عندي ميه، عندي نباتات، عندي حيوانات، تمام، عندي ثروات معدنيه. كل الحاجات ديت الانسان بيستخدمها وبتاثر في حياته ولا لا؟ بتاثر في حياته، يبقى ده المعنى الاصطلاحي. يبقى اذا هنا في المعنى الاصطلاحي انا بتكلم على التفاعل والتاثير المتبادل بين الانسان والبيئه، سواء بقى كانت البيئه ديت بيئه طبيعيه. تمام، البيئة الطبيعية، الثروات المعدنية والمياه والهواء وحالة الطقس وكل دي طبعا ايه بيئة طبيعية بتأثر في حياة الإنسان ولا لأ؟ بتأثر. تمام، أو سواء كانت بيئة جغرافية. ماشي، المكان، ماشي يعني الإقليم اللي أنت عايش فيه مثلا ممكن يبقى إقليم حار أو إقليم بارد. ماشي، فإذا هنا الجو الحار دوت بيأثر على حياتك، والجو البارد برضو بيسيب أثر إيه في حياتك. تمام، أو كانت مثلا بيئة بيولوجية. إيه بقى البيئة البيولوجية؟ أعضاء جسمك الداخلية. دي بيئة ولا مش بيئة؟ دي بيئة. اه اعضاء بيئك، اعضاء جسمك الداخليه والاجهزه اللي داخل الجسم بتاثر فيك ولا لا؟ بتاثر. يبقى اذا هنا طبعا اي بيئه سواء كانت بيئه داخليه او خارجيه بتاثر على حياتك وانت بتتفاعل معاها، ده المعنى الايه الاصطلاحي. يبقى اذا هنا لو كلمك على المكان اللي انت بتعيش فيه وسكت، يبقى ده المعنى اللغوي. لو قال لك برضو اللفظ مشتق من ايه، يبقى ده المعنى اللغوي. لكن لو قال لك اي حاجه موجوده في الطبيعه انت بتستخدمها وبتأثر في حياتك وبتتفاعل انت معاها، يبقى ده المعنى الايه الاصطلاحي. طيب، بعد كده يا جماعة بنروح نتكلم على مراحل علاقة الانسان بالبيئة. العلاقة بين الانسان والبيئة علاقة تبادلية. علاقة ايه تبادلية. تمام، ليه علاقة تبادل؟ لان الانسان بيؤثر وبيتأثر بالبيئة المحيطة به. فالانسان يؤثر ويتأثر بالبيئة المحيطة به. بيؤثر ازاي؟ طب حتة يتأثر بالبيئة دي احنا عارفينها. بيتأثر بيها طبعا من خلال استفادته من الموارد اللي موجودة والنباتات والمياه والطبيعة. الحاجات اللي موجودة في البيئة بتأثر في حياة الإنسان من خلال استخدامه واستغلاله ليها. ازاي بيؤثر فيها؟ ممكن الانسان يبوظ البيئة، يلوثها، يلحق الاضرار بها طبعا بطريقة ايه؟ بسلوكياته وافعاله السيئة او الغير سليمة. يبقى اذا هنا الانسان ممكن يؤثر ايه في البيئة، وكمان في نفس الوقت بيتأثر بيها من خلال استفادته من كل العناصر اللي موجودة في الايه في البيئة. طيب، مرت علاقة الإنسان بالبيئة بعدة مراحل. هنتكلم بقى على أول مرحلة اسمها مرحلة التقديس والتأليه. دي بداية حياة الإنسان على سطح الأرض. المرحلة ديت بداية حياة الإنسان على سطح الأرض. ماشي، الإنسان هنا
في البداية خالص أول ما اتوجد الإنسان لقى نفسه جاهل بالبيئة، مش فاهمها. والجهل بالشيء يا جماعة بيخلي للشيء رهبة. الإنسان خاف من البيئة وكان بيهاب منها أو بيخاف منها، تمام، بسبب جهله بها. وده اللي خلاه يعبدها في البداية، يقدسها، يتخذ منها آلهة وفقا للإيه، للمسمى بتاعها، تقديس وتأليه. سميت بالتقديس والتأليه لأن الإنسان كان بيقدس البيئة، كان بيتخذ منها آلهة، كان بيعبدها. بسبب إيه؟ بسبب خوفه الشديد منها. طب هو كان بيخاف منها ليه؟ لأنه كان جاهل بيها، مش فاهمها، لسه بيشوفها لأول مرة. أنت لما بتشوف حاجة لأول مرة كده ممكن يبقى لها رهبة وممكن تخاف منها، بس بعد ما تفهمها كده خوفك بيقل. يبقى إذا هنا بداية حياة الإنسان بسطح الأرض، تمام، وجهله بالبيئة، تمام، أدى إلى إيه؟ أدى إلى خوفه ورهبته منها. تمام. طيب لما خاف منها إيه اللي حصل؟ مما جعله يعبدها، مما جعله إيه؟ يعبدها ويتخذ منها آلهة. يبقى إذا هنا يا جماعة لو كلمك في مثال اتكلم على عبادات وأديان وقال لك الكلام ده بيشير لأنهي مرحلة من مراحل علاقة الإنسان بالبيئة، أقول له على طول مرحلة التقديس والتأليه. طيب المرحلة التانية بقى مرحلة التفسير والتوظيف. طيب الإنسان بقى طبعا مش هيفضل طول عمره جاهل بالبيئة، لا، الإنسان برضو حاول إن هو يفهم ويفسر البيئة، وحاول ان هو يوظفها لخدمته او يستخدمها في خدمته. مرحلة التفسير والتوظيف بدأت مع الحضارة اليونانية، بدأت مع الحضارة الايه، اليونانية. تمام. طيب وظهور فلسفات الطبيعة، وظهور فلسفات الطبيعة. ويجي واحد يقول لي هي ايه فلسفات الطبيعة، الطبيعة اللي ظهرت ديت؟ فلسفات الطبيعة دي يا جماعة هي الفلسفات اللي كانت بتركز على دراسة كل شيء موجود في الطبيعة أو في البيئة. دي اسمها الفلسفات الإيه؟ الطبيعية. تمام. واستمرت حتى العصر الوسيط، واستمرت حتى العصر الوسيط. تمام. ايه هو العصر الوسيط؟ اللي هو عصر ظهور الاديان. يبقى اذا هنا الحضاره اليونانيه القديمه اللي اتكلمنا عليها في الترم الاولاني بتاعت سقراط وارسطو وافلاطون، لما بدأت الحضارة اليونانية بدأت مرحلة التفسير والتوظيف. هنا بدأ الإنسان إن هو يقدم تفسيرات للبيئة. هنا الإنسان حاول إن هو يفهم وضعه ومكانته في البيئة. تمام. طيب الإنسان هنا نظر لنفسه على إنه مستخلف في الأرض، يعني هو شايف نفسه هو خليفة ربنا سبحانه وتعالى في الأرض، ودي حقيقة طبعا. بس بقى اللي مش صح إنه شايف إن الكائنات الأخرى ملهاش قيمة، ملهاش أي قيمة إلا إذا كانت بتحقق النفع ليه. يعني الكائن الحي إذا كان بيحقق للإنسان نفع يبقى الكائن الحي ده إيه، ليه قيمة. لكن لو ما بيحققش للإنسان فايدة يبقى ملوش قيمة. طبعا دي نظرة الحتة الغلط إيه، بس هي مجرد تفسيرات، هي مجرد تفسيرات ووجهات نظر من الإيه، الإنسان. يبقى إذا هنا محاولة الإنسان إنه يفهم أو يفسر أو يوظف البيئة لخدمته، كل ده طبعا يبقى مرحلة التفسير والتوظيف. يبقى إذا هنا الإنسان نظر لنفسه، نظر الإنسان لنفسه على أنه مستخلف في الأرض. يعني هو المسؤول عن الأرض، هو خليفة الله في الأرض. ماشي. والطبيعة خلقها الله لخدمة الإنسان، والطبيعة خلقها الله لخدمة الإيه، لخدمة الإنسان. وكمان برضو نضيف إن قيمة الكائنات الأخرى يعني مرتبطة بقدر منفعتها للإنسان. يعني لو بتفيد الإنسان يبقى إذن هنا الكائنات دي لها قيمة. لو في كائنات لا تفيد الإنسان يبقى الكائنات دي إيه، ملهاش أي قيمة. المرحلة الثالثة بقى مرحلة الاستغلال والسيطرة. المرحلة ديت بدأت مع ظهور العلم الحديث، بدأت مع ظهور العلم الحديث، وخاصة المنهج العلمي التجريبي، أو خاصة المنهج التجريبي. بتتميز
مرحلة الاستغلال والسيطرة بإجراء تجارب واستخدام المنهج العلمي في استغلال والسيطرة والتحكم في الطبيعة وفي الكائنات الأخرى. الإنسان بقى هنا في المرحلة ديت هو كان الكائن الأعلى والأقدر على السيطرة والتحكم في الطبيعة. ماشي، وهنا كان الغرض ان هو يحقق رفاهيته. الانسان كان بيستخدم المنهج العلمي والمنهج التجريبي في السيطرة على الطبيعة واستغلالها واستغلال الكائنات الأخرى لمصلحته بغرض تحقيق رفاهيته. تمام، يبقى الإنسان هنا في المرحلة دي أصبح الكائن الأعلى والأقدر، ماشي، على السيطرة والتحكم في الطبيعة. تمام، بغرض إيه يا جماعة؟ بغرض تحقيق رفاهيته. يبقى مرحلة الاستغلال والسيطرة بتتميز بظهور أو بدأت مع ظهور العلم الحديث وخاصة المنهج التجريبي. بس هنا لو كلمك على تحكم وسيطرة واستغلال الإنسان للطبيعة يبقى ده مرحلة الاستغلال والسيطرة. لو كلمك على استخدام الإنسان أو اعتماد الإنسان على المنهج التجريبي والعلم الحديث وتحقيق رفاهية الإنسان يبقى دي مرحلة برضو الاستغلال والسيطرة. تمام، فهي مرحلة تحكم في جميع الكائنات الحية وفي الطبيعة. مرحلة بقى القهر والاستبداد، المرحلة الرابعة قبل الأخيرة، دي بدأت مع التقدم العلمي المبهر الذي أدى إلى قهر الطبيعة. ماشي، بدأت مع التقدم العلمي المبهر الذي أدى إلى قهر الطبيعة. الإنسان هنا يعني إيه قهر الطبيعة؟ يعني أحدث تحولات في ظواهر الطبيعة وفي كائناتها مما أدى إلى ظهور مشكلات. ماشي، مما أدى لظهور مشكلات. غير الإنسان في المرحلة ديت هنا اتسبب في تغيرات وتحولات في الطبيعة وفي الكائنات الأخرى، وده عاد عليه بالضرر وعاد على الكائنات الأخرى بالضرر. يبقى مرحلة القهر والاستبداد هي مرحلة ظهور مشكلات البيئة. هي بقى إيه المرحلة اللي بدأت تظهر فيها المشاكل البيئية. تمام، وهي السبب في ظهور فلسفة البيئة بالمناسبة. يعني مرحلة القهر والاستبداد كده طالما هي بداية ظهور مشكلات البيئية يبقى إذن هي بداية ظهور أو هي السبب في ظهور الفلسفة البيئية. تمام كده. طيب، يعني المشكلات ديت زي إيه مثلا؟ زي التصحر مثلا. ماشي، زي كده مثلا الجفاف، حصول الجفاف. تمام، زي كده ظهور أمراض مزمنة. كل ده تسبب في التدخل الكبير والتقدم العلمي الكبير اللي وصل إليه الإنسان أدى إلى قهر الطبيعة وأدى إلى ظهور مشكلات. آخر بقى مرحلة هي مرحلة الاحترام والصون. هي المرحلة التي نعيشها الآن، هي المرحلة التي نحياها الآن. دي المرحلة الحالية. تمام كده. طيب، وهنا بدأ العلماء يحذرونا من زيادة العبث بمقدرات الطبيعة. قالوا لنا كفاية بقى، كفايانا تدخل، كفاية تدخل في الطبيعة، وكفاية يعني التغيرات اللي بتحصل في الطبيعة والتحولات، لأن ده عاد علينا بالضرر. ماشي، وهنا بدأت الدعوة لضرورة الوعي والالتزام بحماية البيئة واحترام حقوق الكائنات الأخرى. تمام. طيب، ازاي بقى يعني هنتصدى للمشكلات؟ يبقى اذا هي مرحله الاحترام والصون هي مرحله التصدي للمشكلات البيئيه. تصدي للمشكلات البيئيه. تمام، هي مرحله الوعي بالمشكلات. هي مرحله الوعي بالمشكلات والتصدي للمشكلات. تمام، هنا بقى بدأ العلماء ينادوا بضروره وضع تشريعات لحمايه البيئه. تمام، يعني ايه تشريعات؟ يعني قوانين. زي كده مثلا قوانين بتمنع من رمي المخلفات بتاعة المصانع والسفن في مياه نهر النيل وفي مياه البحار. يبقى اذا هنا في قانون بيحمي البيئة. تمام. والاهتمام باخلاقيات البحث العلمي، يعني محاولة اجراء ابحاث علمية بتحمي حقوق الكائنات الاخرى والاجيال المقبلة. ونحاول تخصيص ميزانية
ماشي ضخمة لحماية البيئة. تمام. طيب بعد كده بقى ايه بنروح للفكر البيئي في العصور المختلفة. هنبدأ كلامنا بالفكر البيئي في مصر القديمة زي ما احنا شايفين كده. بالنسبة للفكر البيئي في مصر القديمة، المصري القديم كشف عن حبه الشديد للبيئة. فبقدر ما حاول الإنسان المصري القديم السيطرة على موارد البيئة وتسخيرها لخدمته، بقدر ما قدسها لدرجة العبادة. يبقى إذا هنا كشف المصري القديم عن حبه الشديد للبيئة، فعلى الرغم من أنه سيطر على مواردها لخدمته، قدسها لدرجة قدسها لدرجة العبادة. طيب ايه الدليل على كده؟ ايه الدليل على ان المصري القديم قدس البيئة لدرجة العبادة؟ تعالوا نشوف. اول دليل عندي كتاب مصري قديم اسمه كتاب الموتى. كتاب الموتى دوت في كلام بيدل على ان الحفاظ على البيئة وسيلة للتقرب للآلهة. تمام. الحفاظ على البيئة وسيلة للتقرب للآلهة. تمام. وده طبعا بيظهر في معتقدات دينية قديمة اسمها تعويذة إعلان البراءة أمام الإله العظيم. طيب ايه تعويذة اعلان البراءة امام الاله العظيم ديت؟ التعويذة ديت معتقدات دينية قديمة بتقول ان الانسان لما بيموت هيبعث تاني امام الاله، وهيلقى عليه السلام في الاول ويقول له ايه السلام عليك ايها الاله العظيم، وهيبدأ يعترف اعترافات بانه ما حاولش ان هو يتعدى على الكائنات الاخرى، وما اذاش البيئة وما اذاش الطبيعة وما اذاش الكائنات الاخرى. يبقى اذا هنا المعتقدات الدينية ديت بتدل على ان المصري القديم قدس البيئة لدرجة العبادة. تمام. وكان بيعتقد ان اذيته للبيئة طبعا هيلاقى بسببها عقاب في الاخرة. طب ده كتاب الموتى، ده اول دليل بيثبت ان المصري القديم كان بيقدس البيئة لدرجة العبادة. رقم اتنين، الدليل التاني هو احترام الفكر المصري القديم للبيئة. هو ايه الفكر ده؟ يعني الثقافة، ثقافة المصريين زمان، عاداتهم وتقاليدهم كان فيها احترام للبيئة. كانت مظاهر الطبيعة، كانت مظاهر الطبيعة ماشي رموز للآلهة، رموز يعني كان المصري القديم كان بيتخذ من اشكال النباتات والحيوانات رموز للآلهة، رموز للآلهة. حتى كمان تبصوا الآلهة بتاعت المصري القديم تحس ان هي على اشكال حيوانات واشكال نباتات. تمام. وده دليل على انه طبعا كان بيقدس الطبيعة. هو معنى انه كان بيتخذ من اشكال النباتات والحيوانات رموز الالهه، ده معناه ان هو كان بيقدس الطبيعه والبيئه والكائنات الاخرى. الدليل الثالث والاخير على ان المصري القديم كان بيقدس الطبيعه، تقديسه لنهر النيل. ما نهر النيل دوت من الطبيعه، تقديسه لنهر النيل لدرجه العباده، حيث وجه الاناشيد والتراتيل الدينيه اليه، وجه الاناشيد اليه خلال صلواته. يعني المصري القديم لما كان بيقول أناشيده الدينية وبيقول تراتيله الدينية كان بيوجهها إلى نهر نهر النيل. يبقى دول ثلاث أدلة بيثبتوا إن المصري القديم كان بيحب البيئة لدرجة العبادة. طيب هنتكلم بقى على الفكر البيئي في الحضارة العربية الإسلامية القديمة. واحد اسمه علي ابن رضوان، وعلي ابن رضوان دوت فيلسوف وطبيب مصري. الفيلسوف والطبيب المصري علي ابن رضوان، الراجل ده ربط البيئة طبعا بحكم تخصصه انه دكتور، ربط البيئة بالامراض.
بس ده اللي انا عايزكم ايه تعرفوه. يعني ممكن البيئة تتسبب في وجود امراض. يعني مثلا الجو الحار، ماشي، البلاد اللي هي الايه الجو الايه الجو فيها حار. الامراض الجو الحار ده ممكن يتسبب في انتشار امراض زي مرض اسمه الملاريا. مرض الايه الملاريا. يبقى والبلاد اللي هي الجو فيها بارد ساقع يعني. تمام. الجو البارد دوت بيتسبب في انتشار امراض الفيروسات او الانفلونزا. تمام. طيب، يبقى اذا هنا اللي ربط البيئه بالامراض ده مين؟ الدكتور والطبيب والفيلسوف المصري هو مين؟ علي ابن رضوان. طيب نروح بقى لعبد الرحمن بن خلدون. ده فيلسوف تونسي. ده اللي اسس علم الايه اسس علم العمران. علم اسمه العمران. ايه علم العمران ده؟ اللي هو علم الاجتماع. اللي هو علم الايه الاجتماع. هو سمى علم الاجتماع بعلم الايه العمران نسبة الى البشر. يعني ابن خلدون كان بيركز على دراسة المجتمعات اللي فيها بشر. ميز ابن خلدون بين البيئات الصالحة للعمران البشري والغير صالح. يعني ميز ما بين البيئة اللي صالح ان الانسان يعيش فيها، والبيئة الغير صالحة ان الانسان يعيش فيها. في بيئات صالحة للانسان يعيش فيها، والبيئات اللي فيها مياه عذبة، ماشي، زي السهول كده والوديان. وفي بيئات بقى غير صالحة لان الانسان يعيش فيها زي الصحاري كده. تمام كده. طيب، وكمان برضو الراجل ده اتكلم على الاقاليم المختلفة. الاقاليم المختلفة وتأثيرها، واتكلم على تأثيرها على حياة البشر. يعني كل إقليم بيأثر على أخلاق البشر، وبيأثر على المهن، وبيأثر على الملابس، وبيأثر على الأقوات، وبيأثر على المباني. يعني مثلا عندنا هنا في مصر يا جماعة، في مدينة أسوان، تلاقيهم مثلا الطوب اللي بيستخدموه في المباني مختلف عن الطوب اللي بيستخدموه مثلا أهل القاهرة أو أهل مثلا اسكندرية. هتقول لي ليه؟ أقول لك لأن في أسوان الجو بيبقى حر جدا. في طوب كده، طوب اسمه طوب حراري كده بيستخدموه في المباني. وفي ناس تانية بتبني بيوتها لسه من الطين. ليه؟ عشان يعزلوا درجة الحرارة، عشان درجة الحرارة ما تدخلش البيوت. تمام كده. يبقى اذا هنا الجو الحار أثر على المباني في أسوان. تمام. طيب، والملابس برضو. يعني في الغالب تلاقيهم بيلبسوا الملابس اللي هي ملابس لونها ابيض. ملابس خفيفة ولونها ملابس خفيفة ولونها ابيض عشان بتعكس درجة حرارة الشمس. وبيأثر كمان على الاخلاق. الجو الحار يا جماعة، الناس اللي عايشة في جو حار بيبقى دمها خفيف، ماشي، بتحب الهزار والضحك، وما بتعملش حساب الايام والسنين اللي جايه. اما الناس بقى اللي عايشه في الجو البارد دايما تلاقيها مكتئبه حزينه. وكمان برضو ابن خلدون اتكلم على اثر الهواء في اخلاق في اخلاق البشر. طيب، هنروح للفكر البيئي عند الغربيين، الجماعه الاجانب بقى. واحد اسمه ألدو ليوبولد واخلاق الارض. ألدو ليوبولد طالب بضرورة أن تشمل أخلاق الأرض العناصر الطبيعية كلها. يعني نادى بضرورة احترام الطبيعة كلها، احترام كل عناصر الأرض. تمام. زي إيه مثلا؟ زي التربة، زي المية، لازم نحترمها. هيجي واحد يقول لي دلوقتي احترم المية والتربة دول ازاي؟ هقول لك دلوقتي. زي النباتات، زي الحيوانات، الكائنات كلها، ماشي، وكل ما هو موجود في الارض. التربه دي تحترمها ازاي؟ ما ترشهاش بالمبيدات الكيماويه الضاره. التربه الزراعيه، ماشي. المياه احترمها ازاي؟ مرميش فيها مخلفات المصانع والسفن. النباتات احترمها ازاي؟ يعني بلاش تستخدم المبيدات الضاره وترش بيها النباتات. الحيوانات بلاش تحقنها بالهرمونات الضاره. يبقى اذا هي دي احترام عناصر الارض: التربة، مياه، نباتات، حيوانات، وغيرها من من العناصر. طيب، ألدو ليوبولد يا جماعة حول دور الإنسان من مستعمر للأرض إلى مواطن عادي فيها، وعليه احترام باقي الأعضاء والزملاء. يعني ألدو ليوبولد ساوى بين الإنسان وبين الطبيعة، ماشي، سواء بين الإنسان والكائنات الأخرى والجمادات والنباتات وكل ما هو موجود في في الأرض.
تمام كده. يبقى اذا هنا الانسان عضو زيه زي بقيه الايه الاعضاء. تمام. يبقى اذا هنا احنا مش الانسان ليس سيد الارض. ماشي. حول دور الانسان، ماشي، من مستعمر للارض او سيد للارض الى مواطن عادي او عضو عادي اللي يجب ان يحترم غيره من الايه من الاعضاء. طيب، هانز يونس بقى ده اخر واحد. واخلاق المسؤوليه واحترام حقوق الاجيال الايه المقبله. هانز يونس نادى ب ان المستقبل بتاع الاجيال المقبله لازم ان احنا نراعيه شويه، ولازم الاجيال المقبله نحترم حقوقها. حقوقها في ايه؟ حقوقها في الموارد الطبيعيه. حقوقها في الموارد الطبيعيه. الجيل اللي جاي دوت لما يجي لازم يلاقي موارد يعيش عليها. وحمل الإنسان مسؤولية الكائنات الأخرى ومسؤولية الطبيعة. ليه؟ الإنسان هو الكائن الوحيد العاقل اللي يقدر إن هو يتحمل المسؤولية ديت. هو الأكثر، هو الكائن الوحيد الأكثر وعيا لأهمية التعاون مع غيره من الكائنات الأخرى. يبقى إذن هنا الوحيد اللي نقدر نفرض عليه مسؤولية الطبيعة ومسؤولية الكائنات الأخرى هو مين؟ هو الإنسان. يبقى إذن هنا الإنسان هو الأكثر وعيا، هو الكائن الوحيد اللي بيفهم، هو الأكثر وعيا، ماشي، الذي يستطيع أن يدرك المسؤولية، أن يدرك الإيه المسؤولية. هو الوحيد، هو الكائن الوحيد اللي قد المسؤولية، هو اللي يقدر يتحمل المسؤولية لأنه الكائن الوحيد العاقل. تمام. ولذلك اتفرضت على الإنسان المسؤولية الأخلاقية تجاه الكائنات الأخرى وتجاه الأجيال المقبلة وتجاه الإيه وتجاه الطبيعة. كده يا جماعة احنا خلصنا الفلسفة البيئية، ويا رب نكون فدناكم. تعالوا مع بعض نحل أسئلة كتاب المدرسة على الجزء اللي احنا شرحناه دوت. أول سؤال عندي بيقول لي دراسة أخلاقيات تعامل الإنسان مع المكان الذي يعيش فيه. دراسة أخلاقيات تعامل الإنسان مع المكان الذي يعيش فيه. يبقى إذن هنا طريقة تعامل الإنسان مع المكان يعني تعامل الإنسان مع البيئة. تمام. يبقى دي طبعا الفلسفة الإيه البيئية. طيب، رقم 2، إن الفيزياء الحديثة بمنهجها التجريبي أجبرت الطبيعة على أن تكون طوع الإنسان، وأصبح متحكم في مواردها محققا لرفاهيته الذاتية. أجبرت الطبيعة، يبقى إذن هنا الموضوع فيه قهر للطبيعة. دي مرحلة القهر والاستبداد أو مرحلة التخريب والتدمير. ليه؟ لأن بداية ظهور المشكلات البيئية وبداية إلحاق الضرر بالبيئة هي مرحلة القهر والاستبداد، ومرحلة القهر والاستبداد هي مرحلة التخريب والتدمير. رقم 3، اتخذ المصريون القدماء الشمس إلها من الآلهة. أديان عبادات. يبقى ديت إيه أول مرحلة التقديس والتأليه. قلت لكم لما يتكلم على دين من الأديان أو يتكلم على عبادات يبقى ده تقديس وتأليه. طيب، رقم 4، إقرار يقدمه المتوفي كدلالة وبرهان قاطع على احترامه للكائنات الحية. يبقى الاعترافات اللي بيقولها الإنسان المتوفي أمام الإله العظيم دي تعويذة إلى الإعلان الإيه البراءة. تمام. لما يتكلم على اعترافات بيقولها الإنسان المتوفي يبقى دي تعويذة إعلان الإيه البراءة اللي موجودة في كتاب الموت. طيب، نروح للسؤال رقم 5، إن المياه الملوثة وارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها وعدم النظافة داخل البيت وخارجه تؤدي إلى انتشار الفيروسات والجراثيم، ومن ثم الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي. طيب، هنا أنا ربطت البيئة بالأمراض أهو. ماشي. أنا بتكلم على أمراض، وطالما بتكلم على أمراض يبقى ده مين؟ علي ابن رضوان الطبيب المصري. 6، الاهتمام بدراسة المجتمع الحضري والبدوي وتحديد أوجه الشبه والاختلاف في المجتمعين في جميع الجوانب الحرفية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية. يبقى إذن هنا أنا بدرس أقاليم مختلفة، المجتمع الحضري والبدوي، وبحدد أوجه الشبه والاختلاف بين المجتمعين. ودراسة الأقاليم المختلفة ده مين؟ ابن خلدون، عبد الرحمن ابن خلدون. طيب، رقم 7، لقد أصبح الإنسان العبقري والمخترع حرا في تحقيق احتياجات اللحظة، ولم يعد يفكر في المستقبل التكافلي. تمام. اللي تحتيه خط دوت أنا حطيت تحتيه خط. ماشي.
في الكتاب المدرسة هو حاطط خط تحت لم يفكر في المستقبل التكافلي. يتعارض ما تحته خط مع مين؟ مع هانز يونس. ليه؟ لأن هانز يونس قال لنا فكروا في المستقبل، اهتموا بالمستقبل، والسؤال هنا بيقول لي لم يعد يفكر في المستقبل. يبقى إذا المثال ده بيتعارض مع هانز يونس، لأن هانز يونس اهتم بالمستقبل. أسئلة مقالة. رفض ألدو ليوبولد النظر للإنسان على إنه سيد الأرض. عقب برأيك في حدود سطرين. السؤال ده يا جماعة عايزك تتكلم على رأي ألدو ليوبولد في النظر للإنسان على إنه سيد الأرض. طبعا هو رفض رفض ألدو ليوبولد النظر للإنسان على إنه سيد الأرض، ماشي، لأنه طالب بضرورة تحول دور الإنسان العاقل من مستعمر للأرض، ماشي، إلى مواطن فيها يحترم أو عليه احترام الأعضاء، عليه احترام الأعضاء الآخرين اللي هم الكائنات الأخرى يعني. ألدو ليوبولد قال إن الإنسان ليس مستعمرا للأرض، ليس سيد الأرض، هو مواطن وعضو زي باقي الأعضاء، وعليه أن يحترم غيره من الأعضاء. طيب، بيقول لك هنا بقى سؤال كده عامل شبه موضوع التعبير. انقد بعض السلوكيات التي لا تتفق مع أخلاقيات البيئة من واقع مشاهداتك اليومية. زي إيه السلوكيات التي تتفق مع آه، أخلاقيات البيئة؟ زي كده مثلا رمي مخلفات السفن والمصانع في نهر النيل. طب ده بيعمل ايه؟ بيلوث الثروة السمكية، او بيقضي على الثروة السمكية، ماشي، بيلوث او يقضي على الثروة السمكية. يبقى اذا هنا ده دي سلوك من السلوكيات. تمام. استخدام، ممكن اقول مثلا برضو استخدام البنزين كوقود للسيارات بيلوث الهواء. دي من السلوكيات برضو. ممكن برضو هنا اصطياد الحيوانات لغرض التسلية بيقضي على التنوع في الحياة. ما احنا كده عمالين نصطاد في حيوانات، مثلا حمام وبط لغرض التسلية، يبقى احنا كده بنقضي على الثروة الحيوانية. يعني حتى كمان ما بنستفدش من الحاجة اللي احنا بنصطادها. يبقى دي بعض السلوكيات يا جماعة احنا هنا قلناها، ماشي. دي بعض السلوكيات احنا اتكلمنا عليها اهوت في السؤال. وانت برضو يعني لو عندكم انتوا سلوكيات تانية غلط بتدور البيئة ممكن تتكلموا عليها. تمام. ده كأنه هنا مثلا يعني موضوع تعبير كده. اديني شوية سلوكيات غلط بتضر البيئة وانقدها. طيب، رقم 10. كانت الطبيعة في البداية مسيطرة على مفرداتها، ولكن تدرج الأمر وأصبح الإنسان هو الذي يفتك بالطبيعة. استخلص 2 من مراحل علاقة الإنسان بالبيئة. بصوا هنا بيقول لي هنا الطبيعة في البداية مسيطرة، وهنا طبعا الكلام دوت بيشير إلى مرحلة التقديس والتأليه، المرحلة اللي كانت الطبيعة بتسيطر فيها على الإنسان لدرجة إن الإنسان كان بيخاف منها وبيقدسها لدرجة العبادة. لكن تدرج الأمر وأصبح الإنسان هو الذي يفتك بالطبيعة، يعني بيأذي الطبيعة، ودي مرحلة القهر والاستبداد. طيب، نروح بقى للسؤال رقم 11.
يقول تايلور: لدينا قرابة عميقة مع الكائنات الحية الأخرى، ونشترك معهم في العديد من السمات، فمثلنا مثلهم. هنا المثال بيشير إلى المساواة مع الكائنات الحية الأخرى. اكشف اسم العالم الذي يتوافق رأيه مع ما سبق، معقبا على رأيه في حدود سطر. طبعا العالم دوت هو ألدو ليوبولد. ألدو ليوبولد، ده كلام ألدو ليوبولد، هو اللي نادى بضرورة المساواة بين الإنسان وغيره من الكائنات الأخرى. وفي الحقيقة يعني احنا يعني أنا أتفق مع معقبا على رأيه في سطر. أتفق، ممكن أقول له هنا أتفق مع بولد في دعوته. ليه؟ ليه نتفق مع بولد في دعوته لاحترام حقوق الكائنات الأخرى؟ لأن يا جماعة أنا لما أحترم الكائنات الأخرى وأحافظ عليها، ده طبعا هيعود عليها بالنفع. ولكن بقى هنا على العكس بقى، لو أذيت الكائنات الأخرى وأذيت البيئة وأذيت الطبيعة، ده هيعود عليا عليها بالضرر، وبالتالي الضرر ده هيعود عليا. فاحنا لما نلوث المية ونلوث الهواء ونضر الكائنات الأخرى، طبعا احنا طبعا الضرر ده كله هيعود علينا احنا كمان كبشر. وبكده يا جماعة نكون خلصنا فلسفة البيئة. يا رب نكون فدناكم. الحصة اللي جاية هنخش على المنطق، هنشرح لكم منطق 3 عناصر كده من الفصل الأولاني. العنصر الأولاني اللي بيتكلم على العلم كمنهج في التفكير، والعنصر التاني هنعرف يعني استقراء، وهنفرق ما بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي، وهنعرف ايه هم انواع الاستقراء، اللي هم الاستقراء الناقص والاستقراء التام، وهنحل اسئلتهم اللي موجودة في كتاب الامتحان. وهناخد كمان برضو منهج بيكون، منهج فرانسيس بيكون، استقراء والمنهج العلمي في العصر الحديث. منهج بيكون المنهج كله طبعا هناخده. ده كل ده هيبقى شغل والجانب الايجابي برضو من منهج بيكون. كل ده هناخده الحصة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله، حصة فلسفة وحصة منطق، لحد ما نخلص المنهج كله ان شاء الله. وهنحل برضو أسئلة كتاب الامتحان لما ينزل ان شاء الله بإذن الله ويبقى متاح معايا. هبدأ احل لكم أسئلة كتاب الامتحان. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.